في ال3 شهور الاخرى كان كل واحد بيمارس ادواره في الحياه، يعني كانت الناس بتروح اشغالها، اللي بيدور على شقه، اللي بيتابع احوال الحياه والعالم، واللي مشغول بهمومه. انا بقى بخط موازي كنت بعمل كل ده زيكم، بس كان في كده مساحه تانية براقب فيها انغام، لان انغام في ال3 شهور الاخرى دول عملت عظمه. نقدر نقول كده انها عملت فيلم تايم لاين كده بيورينا شكل علاقات معينه بتسلسلها بالظبط، حاجه كده مقدمه ووسط ونهايه، نقدر نسميها ثلاثيه انغام. الحكايه ابتدت يوم عيد الحب 14 فبراير لما انغام نزلت اغنيه اسمها خليني شويه معاك، حاجه كده منتهى المناسبه للشهر. قصه حب كده بتبدا زي كل قصص الحب، فيها كل حلاوه البدايات، ان هي وبطل الحكايه اللي هنعرف هو مين في اخر الفيديو. اول ما شافوا بعض سلموا على بعض وحصل الكليك، واتمنوا ان هم يكونوا في حياه بعض من زمان. بنسال مش عايزين نسيب بعض، وحتى اسم الاغنيه خليني شويه معاك، واصرار بقى كل شويه خليني شويه معاك. وتحس كده من كتر جمال الاغنيه الاولى دي ان انت عايز تسمع وانت بتسمعها اغنيه اجمل مكان البراح اللي في عينيك، او مثلا يعني نمره تليفونك كام، اديني النمره اوام، ويطلع في الاخر اصلا ان هي نمره تليفونه عندها. الله يا انغام، بصراحه مش سهله برضو انغام. هنكمل كده بقى؟ امال فين الدراما؟ الحياه هتكمل في ورود وفي ان احنا مبسوطين قوي وعايزين نقعد شويه كمان وما بنقفلش التليفونات؟ لا، لازم تيجي اللحظه الفيصليه والمرحله اللي كتير مننا عارفينها. واذ بينا نتفاجئ بقى ان بعدها بكام اسبوع انغام بتنزل اغنيه تانية من الثلاثيه العظيمه دي، فيديو كليب واسمه نسينا نعيش. الفيديو اصلا بادئ وهي بتسمع الاغنيه الاولى خليني شويه معاك، ويبدا الكليب ابيض واسود، وتتفاجئ اكتر بقى ان في اطار الابيض واسود ده انغام بتزعق في وش الراجل وماسكاه كده وبتهزه وبتقول له ايه يا اخي، دي الفرصه اللي بعد الفرصه اللي بعد الفرصه اللي بعد اخر فرصه. وتكتشف بقى ان ده الجزء الثاني في العلاقه، وبتقول له تهديد صريح جدا، وحياه اللي خلقني وخلقك مش هتشوف وشي تاني. بس كده النجمه اتنرفزت. مرحله بيمر بيها اغلبنا، الحياه بقى اللي فجاه بعد الورود والجمال بتقلب ابيض واسود، ونبقى شويه فوق وشويه تحت. وانغام فعلا في الفيديو كليب بتجسد المرحله دي جدا، وبتقول بقى في كلام الاغنيه بتاعت نسينا نعيش ان احنا من كتر ما بنحاول ننسى اللي حصل فينا من الم ووجع في العلاقات، الفتره دي بتطول لدرجه ان احنا بنبقى خلاص ناسيين العيشه نفسها، نسينا ان احنا نعيش ايامنا الطبيعيه. بتقول ايه بقى؟ بنفتكر الكلام بالحرف ونشتاق في الغياب الضعف. كلنا يا انغام حقيقي. وخلاص كملت حياتي عادي، وقلت هما يا دوب الاغنيتين دول رابطين ببعض، مع الاخذ في الاعتبار ان انغام اكدت لي ان هي ايه، مش هتشوف وشه تاني. مسكته كده وهزته وقالت له مش هشوف وشك تاني، خلاص كده هنشغل الاغنيه بصوت عالي واحنا مصدقين جدا انغام. اذ بيا بقى من 3-4 ايام اتفاجئ بالتالي. كنت قاعده في مكان ولقيت انغام منزله اغنيه، والكفر فوتو كده بتاع الفيديو كليب انغام عامله فيه كده. حسيت انه خلاص احنا بننتصر. قلت عادي، اغنيه جديده لانغام، هي متعوده ما شاء الله انها بتنزل اغاني كتير جدا على فترات قريبه. ما جاش في بالي بقى ان دي الاغنيه الثالثه في الثلاثيه العظيمه اللي عاملاها انغام. لقيت اغنيه اسمها سيبك انت، دبل مينينج برضو، معنى مزدوج كده. ما ممكن يكون سيبك انت ان هي خلاص اكتشفت نفسها وهتشوف الحياه بمنظور مختلف، لكن لقيت الاغنيه بتبتدي كالتالي: ان انغام منهكه جدا ومش عارفه تقوم من النوم، وفي جنبها صوت فيديو شغال كده. توقعت انه ممكن يكون الاغنيه اللي قبلها طالما احنا بنعمل ثلاثيه، لكن لا، لقيت فيديو لحد بيتكلم عن اننا مسروقين من حياتنا طول الوقت، طول ما احنا مش مسيطرين على مشاعرنا، وبنتساءل بقى هل احنا مبسوطين، هل احنا صادقين. وفجاه بقى والفيديو ده شغال صوته كده انغام بتقوم بالعافيه من على السرير. بصراحه بدايه في منتهى الذكاء، زي بدايه الكليبين اللي فاتوا. واضح كده بقى ان المعنى ابتدى يقرب ويتفهم. احنا على مشارف انتكاسه في الفيلم كده بتاع العلاقات اللي انغام عملته على مدار ال3 اغاني، لان اول كلمه في الاغنيه الثالثه انا قلت اقول لك اخباري مع انك اصلا ما سالتش. طب ده كلام؟ يعني احنا دلوقتي لسه في الاغنيه الثانيه نسينا نعيش بنلصم نفسنا وبنحاول نروح ونيجي كده لحد ما نخف، لكن واضح كده ان انغام ضعفت زي كتير مننا، وبعتت للبطل اللي هنعرف هو مين في الاخر فويس نوت كانها بتطمن عليه. وهو طبعا واضح انه رد ببرود، لانها فضلت تتأفأف ومتضايقه جدا انها بعتت المسج دي، زينا كلنا لما بنبعت المسج وبعد كده بندم ان احنا بعتناها، لانه في الغالب بيجي رد سخيف بارد مش زي خالص ما كنا متوقعين. وده اللي حصل مع انغام. ويكمل بقى كلام الاغنيه العظيم: وتتساءل هو انت كده ضميرك مرتاح؟ مفيش كوابيس، مفيش حنين يا اخي، بس انت تحس انك عايز تكمل وتقول مفيش دم خالص. وبتسأل بقى السؤال الأهم على الإطلاق في المرحلة دي: مفيش مشكلة لو حد بسببك ضاع وفي ثانية تبيع وتقول له وداع؟ وعشان هي عارفاه كويس بتأكد وتقول دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك، كمل عادي جدا، يعني انت كده تمام. وبس كده ال3 اغاني يستحقوا بجدارة انهم يكونوا الثلاثية العظيمة لأنغام، اللي بتتكلم فيها عن تسلسل العلاقات الضارة اللي بتبتدي بمنتهى السخونة والحب والسهر والولع، وان احنا كنا فين من بعض من زمان، وبعد كده بتخش في مرحلة ان احنا ازاي اتسحلنا في علاقة صعبة كده، وفي الاخر بنكتشف ان احنا ممكن في لحظة ضعف يجيلنا انتكاسة ما
معاه ونرجع تاني نكلم الشخص اللي اذانا. وبصراحه يعني اعتقد كتير مننا مرينا باللي الفنانه الجميله جدا انغام حصرته كده وحكيته بتسلسل في منتهى الجمال، موجودين كده ومختصرين في اغنيه خليني شويه معاك، نسينا نعيش، سيبك انت، اللي طبعا مخرجهم واحد لانها حاله بتسلم بعض، المخرج عادل جمال، ومؤلف اغنيتين منهم اللي هما الاغنيه الاولى خليني شويه معاك والاغنيه الثالثه سيبك انت الشاعر امير طعيم، واغنيه نسينا نعيش للشاعر جمال الخولي. اللفته الذكيه بقى ان بطل الثلاث اغاني هو نفس البطل الفنان صالح عبد النبي، بصراحه في منتهى الذكاء لان هو الراجل اللي بيجيب ورد ويغرق الدنيا حاجات كتير وفجاه يختفي وفجاه يحول دماغنا لاسئله كتير جدا، هو نفس الشخص اللي بنحاول ننساه في النص كده، وهو في الغالب برضه نفس الشخص والبطل اللي احنا في الاخر بنحاول نرجع نكلمه، وان العشم كده ياخدنا ان احنا نسال كان في بينا حاجات كويسه، وبعد ما بنسال بنندم ويجي لنا احيان كتير الانتكاسه الفظيعه بقى اللي ممكن تحصل. وانا من مكاني هذا بقى بصراحه بتساءل هل المشروع ده كان متظبط له بالترتيب ده ولا ممكن يكون حصل كده نتاج عصف ذهني وفرصه ودت للتانيه، كلمه في اجتماع كده ما بين القائمين على الاعمال الثلاثه، ما اعرفش، بس ممكن تجاوبنا على كده الفنانه انغام بالعقل والمنطق يعني، وبتقل فنانه زي انغام هو ممكن جدا تكون البدايه كده كانت في دماغها، بس سبحان الله بقى النيه السليمه وان الحاجات كده تبقى موديه لشغل احلى يجوز يكون هو اللي خلى الفرصه تتعمل في الاخر بالطريقه دي، والاجابه برضو عند الفنانه انغام. ومن مكاني هذا برضو بطلب من الفنانه انغام ان يكون في اغنيه رابعه تقفل بقى الثلاثيه دي باغنيه كده تكون فيها بقى بتتصور وهي راكبه عربيه وخارجه من فتحه السقف وشعرها بيطير وبتتكلم بقى انها خلاص اكتشفت نفسها وحبتها وعرفت تتاقلم وتعيش الحياه من غير كل الناس اللي ضروها، واولهم بطل الثلاث اغاني. وسؤالي بقى لحضراتكم، هل مريتوا كده في حكاياتكم الخاصه بالتسلسل ده، بتسلسل الثلاث اغاني كده بتوع انغام من اول خليني شويه معاك لحد سيبك انت؟ يا ريت جدا تكتبوا لي في الكومنتات.